السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بالصحه والهنا راحت البال يا ربي. اليوم البنات غنشارك معكم واحد الرز بالدجاج كيجي خطير البنات للعشاء ولا الغدا. كيجي زوين، كيجي خفيف مع الصيد مع الصهد هذا. بسم الله على بركه الله. هنا غندوزو طريقه التحضير والمقادير. هنايا عندي الحمص، عندي جبانيه ديال الحمص، عندي هنايا الزبيب، هنايا عندي العطرية، عندي ضمة ديال الزعفران، عندي شوية الملح على حسب الذوق، عندي راس معلقة صغيرة ديال القرفة، ومعلقة صغيرة ديال الزعفران، ومعلقة صغيرة ديال السكنجبير والبزار، راس معلقة ديال البزار والربيع والمعدنوس، قزبور المعدنوس. وعندي هنايا الدجاج، عندي هنايا جناح ديال الدجاج. هنايا عندي الرز عادي، عندي هنا نص كيلو ديال الرز اللي غسلته مزيان 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 حتى تحيد منه داك النشا. صافي هنايا عندي واحد جوج حبات ديال البصله، واحد الراس ديال الثومه، والزيت الزيتون. هادو هما المقادير. هنايا كناخذ الكوكوط، وهنا كناخذ الطنجره، كنضيف فيها البصله والدجاج والعطريه. صافي هنا الدجاج بعد ما ضفت له العطريه تنخلطو مزيان مع ديك العطريه كياخذ ليا العطريه مزيان. صافي كنضيفو على النار خليه يتشحر. هنا كناخذ الروز كنضيفوه باش يتفور. هنا البرمه بعد ما تدفع الماء طاب مزيان، ودرت واحد المقراج ديال الماء باش يطيب مزيان، باش ملي يتفور ليا داك الرز واحد 10 دقائق غادي نكب عليه هذاك الماء طايب. هنايا الدجاج بعد ما تشحر ليا، بعد ما تشحر غادي نضيف عليه الحمص، واحد الكاس ديال الماء، ونخليه يطيب مزيان مزيان. طيب هذاك الجناح حتى طيبو، وغادي نحيدو، ما غنخلي الحمص يكمل الطياب ديالو. صافي الرز بعد ما تفور واحد 10 دقائق كنكب عليه هذاك الماء طايب، وكنخليه حتى كيتفور مزيان، كنحس بلي تفور طلعت ليه الفوره. صافي عاد كنحيدو، كنعاود نضيف ليه الماء والزبده، كنخليه حتى كيشرب داك الماء. تقريبا كياخذ ليا واحد 2 كيسان ديال الماء اولا حتى 3 ديال الكيسان على حسب. نتوما كتشوفي الرز كيفاش، واش شرب الماء، واش قادو داك الماء ولا لا. المهم تقريبا داخله لي واحد 2 كيسان ونص ديال الماء. ها هنا غادي نحيدو، غادي نضيفو في القصريه، غادي نضيف ليه تقريبا 2 كيسان ونص ديال الماء، وواحد المعلقه ديال الزبده. كنخلي حتى كيتشرب ليا داك الماء مزيان، صافي كنعاود نردو يتفور. المره الثانيه، المره الثالثه كنعاود ثاني نحيدو، كنضيف ليه الملحه و2 كيسان ديال الماء. هنايا الدجاج بعد ما طاب غادي نحيدو، وغادي ناخذ واحد الكاس ديال الماء، وغادي نضيفو في هذيك لاصوص، وغادي نزيد ديك البصله اللي بقات ليا ونخليها حتى كتغمر ليا ديك البصله مزيان. عاد كنزيد داك الزبيب خديتو سلقتو شويه، وعاد مني بعد حتى كطيب هاد البصله هادي عاد كنضيف عليها الزبيب، وكنضيف عليها داك الدجاج اللي حيت. صافي وكنطفي على الكوكوط. صافي انا كنسد الكوكوط. هذا هو الدجاج اللي حيت، غادي نردو دابا جانبا.
حتى كيطيب ليا داك البصله اللي درت في كوكوط. هنايا الروز بعد ما تسلق، بعد ما تفور ليا المره الثانيه، دابا هذه المره الثالثه صافي، هذه هي المره الاخيره. غادي نضيف ليه الملحه والماء ونخليه حتى كيتشرب مزيان. صافي غادي نردو يتفور صافي وغا كنحيدو. هذا راه غير الروز عادي. صافي نخليكم مع الفيديو. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساونيش بالبارطاج والاشتراك والتشجيع ديالكم، والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.